مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزيني أستيسام. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نصلي كامل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. البنات اليوم جيتكم بوصفة المشوي ولا المحمر، يعني اللحم مشوي ولا المحمر كل واحد وش يقول له، بالطريقة التقليدية. أنا هذه المرة نعطيكم الطريقة التقليدية واللي حيخرج لكم فيها هذا الوصفة يخرج لكم هايل. تابعوا معايا الوصفة حتى للأخير وما تقلعوا لا منا لا منا. اقعدوا معايا. أول حاجة ديروا لايك ما تنساوهاش. أحكموا إن كوكوت لا كوكوت تحكم، يعني قدرة الضغط هذه بالمعنى بالي وش يقولوا لها. المهم كوكوت، ديروا فيها الزيت وديروا فيها شوية سمن، خلوهم مليح يسخنوا هكذايا ونحكموا اللحم تاعنا. وش عندكم هذا الوصفة توالم باسكو راهو جاي عيد الكبير، يعني اللحم راح يكون متوفر تقريبا في كامل البيوت. من هذا المنبر نقول لكم كامل ربي يقدركم كامل وتشروا الأضحية، ونتمنى لكم كامل عيد مبارك. راكم تشوفوا تحكموا هذاك اللحم تاعكم، هي من الأفضل يكون مشحم، يكون هذاك الشحم ما تنحوهولوش. هذا الوصفة كانوا يديروها ناس زمان، أنا ما جبتهاش من عندي، لكن ملي كبرت أنا كنت نشوف دارنا يطيبوها، يعني جداتي كانت تطيبها. وبكري كامل البيوت المنزلية كانوا يديروا هذا المشوي في لاكوكوت. اللحم بلوتو ثاني الدجاج محمر كانوا يديروه في لاكوكوت، يديروه يطيب يعني يتقلى هكذايا، يدير هذيك القشرة، يدير هذيك لاكروت في هذاك الزيت، يعني نحن نسحقوا هذيك التحميرة تاعو. شتو ما درت له والو، خليته غير وحده. نبدا نقلب فيه على كامل الجوانب، نبدا نقلب فيه حتى كامل يتحمر لي في هذيك الطنجره. على فكره البنات، انا من وجدتش الكلام من قبل، وباش نجي ندير المونتاج كي نبدا المونتاج نبدا نحكي معكم بتلقائيه، على ذاك نبدا نتعقن ونبدا نضرب ونخطي. المهم راكو شفتوا هنايا راني قطعت حبه بصل كبيره، قطعتها يعني قطعوها بشكل عشوائي. هكا كانوا زمان يديروا هذه الوصفه. من الوصفات الاولى اللي تعلمتها، يعني انا من صغري كنت ندير اللحم المشوي ولا المحمر نديرو بهذه الطريقه. كنت العام اللي فات درت معكم طريقه تاع لي كوت في لاكوكوت بلا حتى قطره تاع ما، لكن هذه الوصفه وقت اخرى، وهذه الوصفه اللي تعلمتها من الوصفات الاولين. درت البصل ودرت سنين الثوم يتقلاو شويه. هنايا نحتاج الى نجمه الارض، وعندي الهيل، عندي الكبابه وورقه عرنت. راح تجي بزاف بنينه، تبعوها يعني ما خسرتوا والو. نتوما ديروا هذه الوصفه ورجعوا لي بالخبر، على بالي بلي حتعجبكم ومتاكده انها تعجبكم. لي زيبيس ما عنديش حاجه كبيره كيما راكو متفاهمنا. ودرت معكم انا ديجا المردومه في القله، وقلت لكم اللحم انا ما نحبلوش لي زيبيس بزاف باش ما يروحش الذوق تاعو. درت له الملح، الفلفل الكحل، راس الحانوت. نروحوا لواحد المكون الرئيسي دائما احنا نديروه في المشوي تاع هكا تاع اللحم، يعني نديروه في المحمر ولا دوك نقول لكم عليه، اللي هو هنا شوفوا درت راس الحانوت والملح والفلفل الكحل. هنا راني ندخل زعما ديك لي زيبيس هذوك. ودوكا ندير القزبر مرحي. القزبر مرحي هذاك رايح يعطيكم لي شتوني درتو بيدي، يعطيكم واحد الذوق حاجه وقت اخرى. نضيفوا الماء يكون سخون البنات نتفاهموا، ما ديروش الماء بارد رايح يقرس لكم هذاك اللحم ويقعد لكم قرن زماره وما يطيبش. الماء راهو سخون هنايا كيما شتو مرقت كميه قليله، حق كاس ولا كاس ونص، انتم على حسب اللحم تاعكم اذا كان طياب ولا ماشي طياب. وديروه في لاكوكوت وغلقوا عليه وخلوه يطيب في غرضه. كنت باش وجدت هنا الغارنيتور كنت درت شويه زروديه ودرت شويه كورجات، درت لهم شويه ملح وحطيتهم يفوروا. فورتهم انايا باش نعاود نصوتيهم. هنايا نروح للشامبينيون، هذه هنايا اختياري. شوفوا انا شامبينيون كي نشريه نحيه من لابواط تاعو، نديرو في بلاره تاع الزجاج ونحطو به بماء، يعني اذا كان ما نحتاجوش ونحتاجو يعني مازالو نديرو في الكونجيلاتور كاريمون باش ما يفسدليش، ولا تقدروا تخلوه حتى لشهر في الثلاجه كي ديروا في بليوره تاع الزجاج به بالماء تاعو. كنت حمرته بشويه ثوم وشويه زبده في المقله وخليته بجيه.
هنا بعد ما طاب لي اللحم، طاب لي ما شاء الله البنات. شتو المريقه تاعو جات حميمره، ولا كان شتوه مازال ما طابلكمش، يعني الا شتوه دخلتوا الموس وشتوه بلي مازال ما طابلكمش وشتوا الماء راهو نقص، زيدوا له حق كويس تاع الماء وعاودوا غلقوا لا كوكوط تاعكم. هنا المهم انا طاب لي زبده وقعد لي هذيك شويه تاع الماء، يعني المريقه تاعو نحتاجها. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخر باش تشوفوا هذيك لاصوص. هنايا شوفوا راني نوريكم باللي طاب الله يبارك. شوفوا هنا لاصوص تاعو، هذاك البصل راهو ذاب كامل. وكما قلت لكم الناس اللي يحبوا شامبينيون يديروها في لاصوص، الناس اللي ما يحبوش شامبينيون هذه اختياريه. دوكا انا بعد ما رميت هذاك الشامبينيون اللي كنت حمصته بشويه ثوم وزبده وراني ضفته وراني نحي هنايا، يعني جاوني في الطريق سينو التوما ماشي لازم، ماشي ملزومين انكم تنحوهم. انا كنت نحيت الرند ونحيت الحبيبات تاع الكبابه وتاع نجمه الارض هكذا. هنايا بعد ما ضاف لي، يعني بعد ما فار لي بعد ما فار الخضره تاعنا، درت لها شويه زبده شويه ملح وفلفل الكحل. ما تخافوش البنات، شتوني قبيله درت الملح ودوكا درت الملح. الملح الحاجه كي تفوروها بالملح ماشي حاجيكم مالحه، راح تقطر، يعني حيقطر لها هذاك الملح مع الفوار، يعني الملح راح يبقى عادي. هنا قطع لها سنينه تاع الثوم وحمصتها شويه في الزبده، ومع الاخر نضيف لها شويه تاع المعدنوس. الخطوه اللي حنا نديروها، هذاك اللحم نعاود ندير له شويه زبده من الفوق وندخلو في الفوغ يطيب شويه في الفوغ. انتوما تقدروا الا شتوه طاب سي بون، اذا شتوه مازال ما طابش يعني حبيتوا هذيك التحميره، انا تحمر لي كامل بصح حبيت نضيف له زد دخلته في الكوشه وكنت درت له هنايا شويه قزبر. راكم تشوفوا البنات هنا درت له شويه قزبر ودخلته دوكا في الفور، وهذه هي النتيجه اللي طهاني. ابقى هكذاك مشمخ، ما تخلوش بزاف، ديروه يا ربي واحد 10 دقائق ونحوه. هنا بعد ما طاب لي شوفوا راني نوريكم باللي طاب زبده، شوفوا كيفاش راهو يتنحى فاسيلمون، والشكل تاعو جا هايل والذوق تاعو جا بزاف بنين. بالمناسبه مريومه القسنطينيه، كل عام وانت بخير، نتمنى لك كل خير وسعاده والكثير من المال وكثير من الهنا والصحه يا ربي ان شاء الله يا ربي. العقوبه العام الجاي في حياتك، حياه وليداتك ان شاء الله، وحياه الزوج الكريم. هذا هو البنات الطبق الرئيسي، يعني طبق التقديم بليتو، قلت لكم الطبق الرئيسي، قلت لكم اني نضرب ونخطي. هذا هو الطبق التقديم تاعنا. شوفوا هذيك المريقه جات خاثره وجات بزاف بنينه. بعد ما حطيت هنا درت له دغيساج يعني تاع لاسيت تاعنا، كنت حطيت بجيه زروديه، لاكورجيت، لي فريت تاعنا، وحطيت هنايا الحيمه تاعنا اللي طابت وحطيت لها شويه مريقه. صدقوني جات بزاف بنينه. هنا في الدار كلاوه وقريب كلاوه صباحتيهم موراه، واش نقولكم بزاف بنين. نزينها هنا بشويه تاع المعدنوس وشهيه طيبه ليهم كامل ولينا وليكم ان شاء الله تجربوها. راه جايه يامات ربي وجايين يامات العيد، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هذه الطريقه اللي راهي طريقه قديمه 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 بالبزاف، وطريقه سهله يعني كامل يقدروا يديروها حتى المبتدئات. مشاهدة ممتعة للجميع. وش نقولكم يا البنات، ما تنسوناش بلايك، واللي ما اشتركش في القناة نقول لهم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا البنات نخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا يولو كان بالقليل. مشاهدة ممتعة للجميع والى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.